زي ما كل مواطن مصري له رقم قومي بيثبت بيه شخصيته وبيتعامل بيه قانونيا، فكل بيت وعقار وأرض في مصر هيكون له رقم قومي هيسجل مكانه وكل بياناته وهيتعامل بيه في البيع والشراء وكل الإجراءات القانونية. الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلن مؤخرا عن إصدار 19 مليون رقم قومي عقاري في عدد من المحافظات، وقال إن قريب جدا هيتم إطلاق المنظومة الرقمية للرقم القومي العقاري. في مشاكل كتير هتتحل بفضل المنظومة الجديدة، منها المشاكل المتعلقة بالوراثة وحفظ الملكيات الخاصة وحسم النزاعات القانونية حوالين ملكية العقار، وده غير تحقيق الشفافية وتنظيم السوق العقاري المصري ومنع الاحتيال أو بيع العقار لأكتر من شخص. وعن طريق التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية، الرقم القومي العقاري هيسهل كتير من تعامل المواطنين مع الجهات الحكومية المختلفة.